ببعث لك صور لك. ونقول بعد صلاة الخاصة إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم الله وصدقكم. اللهم تقبل ثواب سورة الفاتحة على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي معالي رئيس الديوان يوسف العيسى الدور، سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله، آخر ما قلت لسيدي الملك عبد الله المعظم، يا سيد الأشراف أنت منار للتائهين إلى الرجال الطهار، لم تهلك الأيام رغم مرارها، وازداد فيك العزم والإصرار يا ابن الحسين، وقد ورثت خصاله وأبو الحسين وكلكم أخيار. يهنى بك الأردن أنت والهدوء والزهر والدحن والنور. أهلا بك يا سيدي يا حامل رسالة الأردن لجلالة سيدنا الذي يرعى أبناءه كما يرعى أبناءه الحقيقيين البيولوجيين، فكلنا أبناؤه بالروح، كما عهد أبيه وكما عهد جده وكما عهد العائلة الهاشمية كلها منذ أن أصبحت في الأردن شرفتنا وأصبحوا ملوكا لهذه البلاد. سيدي الملك عبد الله الأول جاء إلى الأردن، وهذا شيء دائما أذكره في مقابلاتي التلفزيونية. جاء إلى الأردن وكانت بلدا أشبه ما تكون ببلد رعوي، وكانت محكومة من أمراء يتقاتلون ويتناحرون، ونحن نعرف ذلك كممثلين، نعرف تاريخ الأردن جيدا. فوحدوا أجمل ما في صفات الهاشميين وأروع فضيلة قدموها للأردن والأردنيين. أولا وقبل كل شيء أنهم حملة رسالة مدعومة من السماء بولايتهم أنهم ينتسبون إلى سيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه العائلة ما علمنا عنها إلى الرحمة وما علمنا عنها إلى الفضل. لم يعتدوا على أبناء هذا البلد وعلى بناته كما كلنا نعرف، للأسف أقولها، الذين كانوا لهم ما لهم في الشوارع مع أبناء بلادهم. نحن نعرف قصص عن الأردن، عن الملك حسين وعن الملك عبد الله أيضا وعن الأمراء جميعا، عن لطفهم ودماثتهم، ويتكلمون مع الناس ويأكل في مطعم هاشم سيدي، وكنا نعرف هذا الكلام وبدون حرص إلا من بعض المرافقين الخاصين لتقديم ما يحتاجون، لكنهم يحسون بالأمان لأن كل أردني هو رجل أمن، وهو ضابط مخابرات، وهو طبيب، وهو عسكري، وهو معلم في خدمة هذا البلد. الأردنيين والمخلصين المحقين على كافة منابرهم ووصولهم. وأنا أقول لك بصراحة يا سيدي أنني من المعجبين في شخصك، لأنني قرأت عنك كثيرا، وكما تذكر عنك الأقلام من الرجال القلائل، وإن شاء الله يكونوا كثيرين، العصاميين الذين كان شعارهم في خدمة الأردن أولا الإخلاص الوفي، الإخلاص الكامل، وثانيا تفانيهم في عملهم قبل أن تصبح رئيسا للديوان. وأنا أعتقد أنك لو لم تكن رئيسا للديوان الملكي لما اختلفت صفاتك ولما تغير ولبقيت على هذا العهد، لأنك رجل في داخلك إيمان بأن هذا البلد يستاهل الجهد والخدمة. الشكر مرفوع لسيدي صاحب الجلالة الذي تمثله بشكل خاص، وأيضا لحضرتكم وللأخوان والأعمام من الحيان والتعافى الموجودين، ولأجهزة الأمن ومراتب الدفاع المدني وأجهزة الأمن والأمن العسكري. سيدي صاحب الجلالة يقدم العون والمساعدة لكل بلد في العالم، وكلنا نعرف ونشهد رغم أنف المتخرصين في الأردن وغير الأردن أنه هو أول من ساعد ودائما، ويتشرف بذلك ويرى أنه فرضا وواجبا عليه كما يقول دائما في مكالماته في خدمة القضية الفلسطينية، الذي يعتبر نفسه أول الناس
في حماية المقدسات الإسلامية في القدس والمقدسات المسيحية، وأول من يساعد، وكما نعلم أول من صعد بالطائرة وألقى بالمساعدات وغامر بروحه ونفسه، ولا يتوانى عن ذلك ولا يتوانى، ونحن واثقون مما نقول، وليس دعاء وليس ادعاء ولا زلفا لأي شيء. سيدنا صاحب الجلالة الله يطول عمره ويبقيه والعائلة الهاشمية سندا للأردن، ويبقيكم أيضا دخلا إلى جانب سيدي صاحب الجلالة. الشكر لك سيدي، الشكر لك، الشكر لك.